موقف الصادقون قبل أن يكون هنالك موقف لترامب أو موقف للولايات المتحدة الأمريكية هو موقف التحفظ على ترشيح السيد المالكي، وليس فقط في هذه الدورة. طبعا إذا تتذكر في عام 21 بعد الانتخابات اللي جرت وبعد انسحاب الإخوة في التيار الصدري والمفاوضات التي حدثت في الإطار التنسيقي من أجل ترشيح شخصية لرئاسة الوزراء، الكل يعلم موقف سماحة الأمين العام وموقف صادقون من ترشيح السيد المالكي أو الحاج العامري أو غيرهم لرئاسة الوزراء، وكيف استطاع سماحة الأمين أن يقنع كل الأطراف بترشيح شخصية جديدة من أجل أن تكون هذه الشخصية مقبولة من قبل الشارع العراقي، من قبل المرجعية ومن قبل المجتمع الدولي. ونجحت هذه التجربة باختيار السيد السوداني مع تحفظنا على كثير من المواقف اللي موجودة اليوم والخطوات اللي قام بها السيد السوداني في الحكومة السابقة. تمام. في هذه الحكومة أو تشكيل هذه الحكومة الموقف هو ذات الموقف لسماحة الأمين العام وللصادقون. المشكلة مو مشكلة بشخصية السيد المالكي بصراحة، المشكلة أنه أنت اليوم تتحمل مسؤولية بلد ودولة، تريد أن تعبر بهذه الدولة إلى بر الأمان وأن تشكل حكومة تستمر هذه الحكومة 4 سنوات تحافظ فيها على الاستقرار السياسي، الاستقرار الأمني، العلاقات الخارجية وتوطيد هذه العلاقات، وأن يكون العراق له دور في المنطقة ودور في العالم. يعني هذا البلد يحتاج له اليوم إدارة في السياسة، إدارة صحيحة من أجل أن نرتقي بهذا البلد ومن أجل أن نعزز سيادة البلد من خلال استقلال السيادة الاقتصادية والمالية من هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية. أنت تجي تدخلني في مشكلة مباشرة وحرب مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، أنا أشوف أنه أنت ما متوازي على هذا الفعل. بالنسبة لصادقون، إذا تريد تتحدث أنه علاقة صادقون مع الولايات المتحدة الأمريكية فهي علاقة، طبعا إحنا نعتبر اليوم بصادقون أن الولايات المتحدة الأمريكية بلد محتل للعراق وموقفنا واضح، وأنا أقول من هذا الباب أستاذ أحمد، من هذا الباب اللي راضي عليه أمريكا ما أعتقد كلش بأنه هذا يروق لكم الأمر، فبالتالي أمريكا ما راضية عن المالكي، فبالتالي لابد أن يكون صديقكم. هذا اللي يتحدث على أنه أنتم ليش مثلا الرفض مساندين الرفض الأمريكي، فبالتالي أنت وضحت هاي الثيمة. ما ساندين الرفض الأمريكي دكتور هاني. تمام. موقف الصادقون هو قبل أن يكون هنالك تدخل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية برسالة أرسلتها إلى الإطار التنسيقي ومن ثم تغريدة ترامب